غِبت عنكم كتير بس راجعة لكم المرّة دي بحصيلة فيديوهات كبيرة إن شاء الله هانزّلها لكم الفترة اللي جاية. معانا شقة عروسة وعريس جديدة وعايزين أول ما ندخل من باب شقتهم نقول ما شاء الله اللهم بارك للعروسين يا رب، ربنا يرزقهم بالسعادة والفرح والهنا في حياتهم ويرزقهم قادر يا كريم يا رب بالذرية الصالحة. شقتهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. جميلة جدًا، ربنا يبارك لهم في كل حاجة فيها، والأجمل بصراحة وأجمل ما في الشقة عروستنا القمر، ربنا يا رب يبارك فيها ويبارك لها في حياتها قادر يا كريم يا رب، عسلية. بجد خطفت قلبي بروحها الحلوة وكمان دمها الخفيف، وهي أصلا ما شاء الله عليها عسولة وأمورة ما شاء الله، ربنا يبارك لها يا رب. إذا كان هي أو مامتها، تعالوا أوريكم بقى المكان اللي احنا كنا بنفصل فيه من الشغل شوية ونقعد كده نستجم حبة، والفيو القمر اللي عندهم في شقتهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هما عندهم الفيو هنا بيطل على قناة السويس زي ما انتوا شايفين، دي المراكب بتاعة قناة السويس بتعدي قدامهم كده. يمكن التصوير ظالم، المكان مش مبين بقى شكل المية والشكل الطبيعي أصلا في الطبيعة كان حلو قوي. انتوا باين لكم صحرا بس في هنا انا شايفاها، بالنسبه لي انا شايفاها بعيني عادي. شكل القناه اللي هي مراكب معديه فيها، فكان الشكل رائع. وكمان كان كنا لحظه الغروب فكان الشكل حلو قوي. تعالوا بقى نرجع مع بعض كده لشقة عروستنا وعريسنا ونتفرج على تفاصيلها. أول حاجة مامة العروسة قالتها لي إن العفش ما شاء الله طلع حجمه أكبر من مساحة الشقة، فهم مش عارفين يوزعوا العفش ازاي. العفش ده اتشال واتحط كذا مرة، يعني عايزة اقولكم المكان ده اتحط فيه السفرة واتشال منه، اتحط فيه السفرة والأنتريه اللي برا وبعد كده اتشال واتحط تاني، فغيروا العفش كذا مرة عشان يوصلوا لأفضل ترتيب للعفش. آخر حاجة استقروا عليها إن الصالون هيكون في المكان اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله عجبتني جدا السجادة، ما شاء الله الله أكبر، عجبني جدا تفاصيل الصالون قد ايه كانت رائعة. على ترابيزة الصالون حطينا الوراقة وحطينا طفاية وحطيت كمان البونبونيرة. الماتيريال بتاعة القماش نفسها بتاعة الصالون كانت راقية جدا، مش لامعة، هي مات بتحسوه بين الصالون وبين ان هو انتريه، فكان شيك قوي. كمان عجبني شكل البراويز دي او البرواز خصوصا اللي في النص، قد ايه كان شكله راقي وشكله مميز، وتحسوه واخد من روح السجادة كمان. السجادة طبعا عاملة ماتشنج بين الألوان اللي موجودة في الصالون مع التابلو. هي جايبة في المكان ده السجادتين شبه بعض بالظبط. تمام. واصلا الانتريه نفسه كان مكون من 2 كنبة و4 فوتيه، في 2 فوتيه صغيرين اتحطوا هنا جنب القطعة اللي في النص دي، والله انا مش فاكرة اسمها ايه بالظبط. دي اصلا كانت موجودة عندهم من قبل اصلا ما اشتروا العفش، فحاولوا على قد ما يقدروا ان هما يوظفوها، هي كده كده قطعة انتيك يعني. فاستخدموها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ربنا يا رب يبارك لهم في كل حاجة عندهم. تعالوا بقى ننزل للجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت ده كده ليه سلالم رخام زي ما انتوا شايفين، مش معمولة بارتفاع عالي وده أفضل. بالنسبة للأنتريه والسفرة هما ألوانهم قريبة جدا لبعض. كانوا حاطين الكنبة الكبيرة الغامقة دي في الوش، فاحنا غيرنا مكانها، حاطين هنا ترابيزة وحطيت عليها الأنتيكات بتاعتها، وكمان الكتب اللي هي الديكورية دي حاطتها بشكل تحت كده مع ورد لونه جولد. الكنبة الغامقة دي كانت المفروض ان هي محطوطة في الوش بالظبط، يعني تحت الستارة قدام كده، فحسيتها قافلة المكان، فحطيتها كده بالعرض زي ما انتم شايفين، هي طولها يعتبر متوازي مع طول السفرة نفسها. وفتحت بقى في الوش كده بالكنبة اللي هي الأوف وايت مع الكرسي الأوف وايت، وجنبها الكرسي اللي هو لونه جراي غامق جنب الكنبة نفسها. لو اخدتوا بالكم هتلاقوا ان كراسي السفرة نفس الماتشنج بتاع الالوان، لونها برضو اوف وايت في جراي غامق متشحب كده ببيجات. وهنا على السفرة وزعت لها الانتيكات الخاصة بالسفرة، شايرة طبق الفاكهة سوري، وكمان البونبونيرة والفازة. تمام. طبعا محطوط مفرش بسيط جدا على الترابيزة، ما حبيناش نحط حاجة على البوفيه. على البوفيه حطينا شيالة الكحك وحطينا كمان معاها 3 شمعدانات. طبعا انا صورت لكم المقطع ده او الجزء دوت قبل اصلا ما نحط السفرة، لان كان هيبقى صعب ان احنا نفتحها. ما شاء الله ربنا يبارك لعروستنا ولعريسنا يا رب. الورنيش بتاعهم مكون من 3 رفوف، رفين ازاز والرف التالت اللي هو الخشب اللي تحت. حطيت لها هنا طقم شربات، وحطيت معاه طقم كاسات كريستال وطقم كوباية مية كريستال، قسمتهولها كده بالتدريج. تحت حطيت الطقم الخشاف ده، وحطيت معاه طقم شاي وجاتوه، ودمجت معاهم بعض الكاسات اللي داخل فيها برضو اطار لونه اسود في جولد. وده كده كان الشكل العام للرف التاني. انا حبيت بس ان انا ارفع طقم الشاي بما ان الرف عالي ومعايا مساحة. وهنا برضو كذلك الامر، وزعت جزء من الطقم الصيني
إذا كان شاي وقهوة، البولة بتاعة الشوربة، القطع دي حبيت إن أنا أظهرها. أما هنا في البوفيه حطيت الطقم الأبيض وموجود عليه ريشة السودا دي شكله حلو قوي. بفضل بصراحة الأطباق البيضة عن الأطباق السودا، فكان اختيارها فيه موفق جدا. كمان الطقم القمر ده تحسوه شبه العروسة أصلا، يعني هي تحسوها شبه القطط يعني، فما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. وكمان الطقم نفسه تحسوه شبه شخصيتها أو قريب لستايلها، يعني هي عسول كده زيها. كده احنا اتفرجنا مع بعض على محتويات النيش والبوفيه، تعالوا نتفرج على بقية الريسبشن. هنا معانا شكل البلتكنة اللي معمولة عموما في الشقة. ناخد بس كده نظرة عامة على المكان تاني. هنا في كونسول، وده برضو كان موجود اصلا في الشقة من قبل ما العفش يجي فوظفوه، وهو طبعا اكيد مش هيبقى ليه مكان غير المكان ده، فحطيناه هنا وحطينا عليه الانتيكات السودا دي مع المصحف. تمام، هنا جنبه بالظبط فيه الشاشة. وهنا معانا التويلت الخاص بضيوف، حلو جدا ان هو يعتبر في الريسبشن، يعني محدش بيضطر ان هو يدخل في المساحة بتاعة الغرف. هو بسيط خالص، وهي جايباله الدواسات بتاعة التويلت دي اللي مرسوم عليها الباندا، وجايبة برضو قطعة باندا كده حطاها في التويلت، فكان الشكل عام لطيف، اللي هي اللي فيها الزرع دي. ده كده شكل التويلت، هو يعني صغير اصلا خاص بالضيوف. تعالوا بقى نقفل مع بعض كده التويلت وندخل نتفرج على بقية الشقة وبقية التفاصيل بتاعتها. ما شاء الله ربنا يبارك للعروسين يا رب. ادعوا لهم دعوة حلوة ان ربنا يبارك لهم في حياتهم وفي شقتهم، ويرزقهم قادر كريم يا رب بالذرية الصالحة، ويرزقهم بكل اللي هم بيتمنوه في حياتهم. معانا هنا المطبخ، وكان المطبخ بتاعها فيه تفاصيل كده غير المعتاد هنتكلم عليها بعدين. انا قلت اخليلكم المطبخ اخر حاجة معانا. هم حاطين هنا القطع الخشب دي طبعا على ما جمعوها كان موضوع اخد وقت كبير، الحاجات دي بتحتاج دقة اصلا في تقسيمتها يعني. عملت لها هنا الطرات دي على الابواب بتاعة الغرف، حاجة بسيطة بس مديه تاتش جميل وراقي جدا وشيك للعرايس اللي بتحب الاذواق البسيطة والراقية. تمام، هندخل الاول على غرفة النوم. بسم الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يهنيهم بكل حاجة عندهم. قد ايه كان ذوق العام للعفش، كان رقيق جدا وبسيط، وهي اصلا العروسة ذوقها عالي، ربنا يبارك لها يا رب. السجاد كان اختياره موفق مريح جدا للعين، مفهوش دوشة مفهوش تفاصيل كتير. ودايما انا برجح السجاد الهادي خصوصا في الغرف، وخصوصا برضو لو الغرفة نفسها حجمها صغير هيبقى الموضوع صعب قوي مع الفرش اللي بيبقى موجود على السرير مع الستاير، فالتفاصيل الكتير دي بتبقى شكلها مزعج. لكن كل ما كانت الحاجة بسيطة كل ما كان أفضل. هنا معانا بقى التسريحة بتاعتها شكلها مميز شوية، ربنا يبارك لها يا رب، شكلها مختلف. حطت القطعة دي وحطينا عليها الفرش بتاعة الميك اب، وحطيت معاها بعض البرفانات اللي لونها اسود. هنا بقى حطينا صينية وده الأفضل، ولمينا فيها كل البرفانات اللي موجودة عندها. الميك اب اللي هي محتاجاه حطيناه في القطعة اللي من تحت دي، طبعا مش واضح يعني اللي واقف مش شايف الحاجات اللي تحت. الكرسي بتاعها برضو كان شكله مختلف. كان عندها العلبة دي فيها برفانات فحطيتها لها هنا تحت كده، وبرضو كان عندها علبة ميك اب كبيرة لونها اسود او تقريبا علبة عطور، فحطيناها برضو في التسريحة من تحت. هنا حطيت برضو الجزء بتاع البانكت مفتوح من تحت كده، فحطت لها فيه ورد بسيط، لان طبعا بالشكل العام مش هنقدر ان احنا نستغل المساحة اللي موجودة في البانكت من تحت بشكل مزعج، فحطينا حاجات بسيطة. عجبتني اوي فكرة الاباليك اللي موجودة على الكومود نفسه او على الظهر بتاع الكومود. حطيت هنا 3 تابلوهات كده لونهم اسود وفيهم ريشة جولد، اصلا شبه اللي انا حطاها لها اصلا على الطارة اللي موجودة برا. هنا الباسكت بتاع الغرفة، ومع برضو ورقة مناديل نفس الستايل بالظبط حطيناها برضو على الكومود. وده كده شكل الدولاب. الدولاب برضو كان تفاصيله وشكله بسيط جدا، تقدر تتحكم في مكان المراية اذا كان جنب السرير او بعيد عن السرير خالص. نتفرج على الجزء الخاص بالمفروشات في الدولاب. حطيت لها هنا اللحاف الكبير ده بالشكل ده هنا في اول رف. تاني رف حطيت هنا الكوفرتا وحطيت جنبها ملايات. تالت رف حطيت الفوط. رابع رف حطيت ملايات وجنبها بعض الفوط كده بكيرف، وتحت برضو حطيت فوط. يعني حطيت ملايات وفي النص فوط وبعد كده ملايات وبعد كده فوط، عشان ميبقاش مثلا الملايات كلها فوق بعضها او الفوط كلها فوق بعضها، قسمتهم يعني.
هنا بقى حطيت اللحاف التاني بالشكل ده، كان شكله برضو ما شاء الله جميل قوي. حطيت عليه قطع فر، وحطيت عليه فيونكة كده باللون الاوف وايت. هنا بقى حطينا الفوط اللي هي ممكن تستخدمها، والغطا اذا كان بطانية او كوفرتا. وبكده احنا صورنا المفروشات كلها اللي موجودة في دولاب غرفة النوم. ربنا يبارك لهم في كل حاجة عندهم يا رب. للعلم الدواليب اللي بيكون رفوفها شكل الخشب او شكل تجزيعات الخشب بشكل راقي ما بيتحطش عليها مفارش، وده الافضل. دي المراية، والقطعة بتاعة المراية دي من ورا فيها شماعة ممكن يتعلق عليها اللبس، فهي قطعة فيها قطعتين في نفس الوقت، يعني بدل ما تبقى شماعة الوحيدة لا شماعة بمراية، وكده طبعا أفضل. هنا حطينا الصينية دي وحطينا عليها الفازة بالورد تحت الشاشة. وطبعا برضو القطعة دي كانت موجودة أصلا قبل ما العفش يجي، فزي ما قلت لكم احنا حاولنا نوظف القطعة دي في الشقة. ربنا يهنيهم يا رب بكل حاجة عندهم ويفرحهم قادر يا كريم يا رب. تعالوا ندخل دلوقتي بقى مع بعض نتفرج على غرفة الأطفال. ده الطوق الأمر اللي أنا وريته لكم من شوية، كنت عاملاه لغرفة الأطفال عندهم. وده كده الشكل العام لغرفة الأطفال. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ده كده كان الشكل العام للغرفة، إذا كان دولاب أو سرير. هي الغرفة دي كمان معاها تسريحة وكومود. هي عاملة هنا ورق حائط فيه زي اللي هو البالون، فدمجينه يعني بقطع خشب برضو على الحيطة فيها نفس الرسومات. فرشنا هنا المفرش بشكل بسيط على السرير، وكانت جايبة الأباجورة دي شكلها لطيف قوي زي بنت كده، وحواليها مربع أو مستطيل بينور، فكان فكرتها برضو لطيفة ومميزة. هنا بقى على تسريحة حطت لها القطع البحرية دي كده مع بعض على الإزاز بتاعها. وأصلا كانت التسريحة نفسها فيها واحدة من الجنب فيها رفوف، فوزعنا فيها برضو الشنط والحاجات بتاعتها. تعالوا بقى نتفرج كده على فرش دولاب الأطفال، وقولولي كده ايه رأيكم في الكومنتات في طريقة الفرش بتاعة الشقة، وإذا كان الأطواق عجبتكم أو لأ، وكمان فرش المفروشات بتاعة العروسة. فأول رف فوق حطت لها اللحافين كانوا وش وش يعني، فظهرت وش اللي هو لونه بني، والوش التاني اللي عليه دبدوب. الوش اللي لونه بني حطيت عليه شريط اوف وايت، وكمان حطيت عليه شريط كتان. أما هنا حطيت لها الملايات وجنبها بعض الفوط، وكذلك الأمر هنا الملايات وجنبها بعض الفوط، والدباديب اللي بتكون موجودة مع الفوط تحت. هنا حطيت لها الكوفرتات بتاعة الأطفال وجنبها دفات ومعاها فوط. أما هنا حطيت لها البطانية بتاعة سرير الأطفال، شكلها برضو أمور أوي، بيبقى فيها رسمة بارزة، فحاولت ان انا ابروز لها يعني شكلها. اما هنا حطيت بطانية للسرير الكبير وفوقيها بعض الفوط وجنبها دفات اطفال، ووزعت طبعا الفوط والدباديب اللي كانت موجودة مع الفوط ما شاء الله. حاولت ان انا اوظفها فوق الدفات بالشكل ده، وظهرت البلابل اللي موجودة في الدفاية نفسها. ده كده كان الشكل العام للفرش بتاع دولاب غرفة الأطفال. تعالوا نرجع كده مع بعض للطرقة ونتفرج على التويلت الأول، وبعد كده ندخل المطبخ. التويلت الخاص بيهم يعني ما شاء الله كان مساحته كبيرة، وأنا بفضل ده، بفضل إن دايما التويلت اللي مساحته كبيرة يكون خاص بالبيت، ما يكونش خاص بالضيوف. ألوانه كانت لطيفة وفي نفس الوقت مبهجة وهادية لحد ما، يعني مش ألوان صارخة. تمام. معمول هنا وحدة ملهاش علاقة أصلا بالحوض خالص، زي يونت كده ومعمول عليها رخامة. أما بالنسبة للحوض هنا المراية بتاعته طبعا حطينا عليه القطعة الأساسية الخاصة بالحوض. هنا بقى حطينا الصينية وحطينا عليها برضو بادي سبلاش وكريمات وحاجات خاصة بالعروسة، وحطينا طقم الفازات ده برضو مقابل ليه الناحية التانية. هنا على البانيو حطينا الشموع اللي هي بتاعة الأجواء، فكان شكلها برضو لطيف، كان لونها موف برضو نفس الألوان بتاعة التويلت يعني، أو الألوان القريبة للتويلت. السجادة بتاعة الطرقة كان لونها هادي جدا وراقي وبسيط، وزي ما انتم معتادين مني انا بميل للسجاد الهادي. غالبا هي كانت جايبه سجادها برضو من عند ابو خالد اللي في السلام اللي عندنا هنا في السويس. تعالوا كده نتفرج على كل التفاصيل ما شاء الله اللي موجودة في المطبخ. اكتر حاجة مختلفة ويمكن ما شفتوهاش عندي في قناتي او ممكن في قناة اي حد يعني من اللي بيفرشوا، الاجهزة اللي عندها فعلا مختلفة تماما عن الاجهزة اللي شفتها عند اي عروسة. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يبارك لهم في كل حاجة عندهم. هو العريس اصلا كان جايب الاجهزة دي من بره. هنا بقى الجزء ده عملت لها زي كوفي كورنر كده، حاطط لها هنا المشروبات مع الكاتل مع القطعة بتاعة المشروبات. هي كان فيها أرنوب كده، هي برضو كانت موظفة لها مج برضو عليه شكل الأرنوب كده بالفنجان بتاعه أو بالبراد بتاعه سوري. بالنسبة لقطعة الفلتر دي أصلا المفروض كانت تتحط تحت الحوض، بس هم عشان حاطين رف فاصل، فاللي جاي يركب الفلتر معرفش ان هو يحط القطعة دي تحت،
المفروض ان هي تعمل لها تقفيله، اصلا هيعمل لها ان شاء الله تقفيله. حطيت هنا بقى المعالق والشوك والسكاكين وكمان القطعه الخاصه بالبوتاجاز او البوتاجاز هيبقوا محتاجينها جنبه. بوتاجازها هنا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله مختلف. انا بصراحه يعني شفته اتفاجئت لان هو حجمه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله كبير ومختلف. في جريل على على البوتاجاز نفسه من فوق، حتى العيون بتاعته كبيره. تقريبا ده بيستخدم اصلا للشيفات يعني. فهو ما شاء الله الله اكبر يعني بوتاجاز قوي. هنا التلاجة والدي فريزر برضو شكلهم مختلف عن المعتاد، هم حتى يعني من جوه شكلهم مختلف. ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. هنا الغسالة بتاعتهم كان نوعها ال جي اللي هي الغسالة الاوتوماتيك. اما بالنسبة للضرفة الازاز دي شبه اللي يعتبر نيش كده صغير في المطبخ، فحطيت فيها جزء من طقم العشاء اللي بره، وحطيت معاها كاسات، وحطيت معاها طقم القهوة اللي هو لونه بينك ده في خشبي. اما في الضرفة دي حطيت كاسات وكوبايات هي ممكن تستخدمها في الاول، بما ان اول رف تحت فوق هنا حطيت طقم شربات، ودخلت معاه برضو كوباية مية وكوباية عصير. اما هنا حطيت لها الطقم السيلفر ده كله مع بعض وكده، اذا كان كاسات او كوبايات. فوق برضو دخلت لها الكاسات والكوبايات الملونة مع بعض. في الضرفة دي حطيت كوباية مية وعصير وشاي وقهوة، وفوق هنا حطيت لها طقمين عشاء مع بعض او طقمين اطباق مع بعض. يعني باخد الاطباق واحطها طبعا في المطبقية يعني عشان لو هي حابة تستخدمها. هنا برضو كان عندها اطباق جمعتها لها في الرف الاولاني كده بالشكل ده، حطيت لها جنبها المجات. وفوق هنا برضو حطيت لها اطباق برضو بس دي اطباق مختلفة، يعني اطباق هي كانت حباها فاشترت منها كذا نوع وكذا تصميم فحطيتهم لها كلهم في مكان واحد. اما هنا كان معانا الاجهزة الخلاط والهاند بلندر، وفوق حطيت لها برضو خلاط تاني وعجان المضرب سوري. هي عندهم عجان بس عجان مختلف يعني عجان حجمه شوية كبير فما دخلش في الوحدة. هنا بقى حطيت الحلل، حطيت لها ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله طقمين حلل، طقم جوه وطقم من بره. طبعا هما ما شاء الله في عمق في الضرفة. تحت هنا حطيت صواني الفرن والطاسات، جزء منها واقف وجزء نايم زي ما انتم شايفين. وحطيت لها هنا القوالب بالشكل ده سهل ان هي تسحبها، وبرضو اللي هي الطاسات اللي فيها عمق حطيتها لها كده بالشكل ده وحجمها صغير، ممكن دي تستخدمها في الاول، فخليتها لها برضو في متناول ايديها. هنا الغسالة زي ما قلت لكم. الدرج ده حطيت فيه بقى المصافي الاستانلس بتاعة المكرونة، القطعات، البراد، المبشرة. في حلوة قوي فكرة المبشرة دي اللي هي المدورة اللي انتوا شفتوها دي، وتحتيها طبق كبير استانلس. حطيت بقى هنا كل البلاستيكات وجنبها الصواني الاستانلس بتاعة التقديم. طبعا احنا في بلاستيكات من البلاستيكات استخدمناها اصلا في التلاجة، واستخدمناه كمان في الخزين. حطيت لها الطقم ده كامل على بعض مع بعض وكده في ظرف كامل، لان كانش ينفع ان انا يعني اقلب الغطا فاقدر ان انا احط عليه حاجة من فوق. وحطيت لها برضو الطقم التيفال ده كامل مع بعضه تحت، ودخلت معاه القوالب البايركس والطواجن مع بعض في نفس الرف. اما هنا بقى وزعنا الرفايع، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. ده ميزان اصلا ده ما كانش مكانه هنا، وحد لقاه تقريبا على الرخامة فحطه في الدرج، نفس المشكلة اللي بنواجهها كل مرة. في الدرج الاخير حطيت الفوط بتاعة المطبخ، وحطيت طقم توزيع بلاستيك يعني ممكن يستخدم في السلطة، يستخدم في اي حاجة باردة. تعالوا ندخل القطعة دي في مكانها في الوحدة بتاعة الأجهزة. وبكده يعتبر فيديو النهاردة معانا خلص. أتمنى يكون محتوى الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو، وما تبخلوش على العروسة والعريس بدعوة حلوة من قلوبكم الطيبة ليهم، إن ربنا يبارك لهم في حياتهم ويرزقهم بالخير ويرزقهم قادر يا كريم يا رب بالذرية الصالحة. حبيت أشارككم النهاردة بشقة النهاردة. لو حابين إن أنزل لكم شقق جديدة استنى منكم في الكومنتات تكتبولي عشان أنزل لكم كل الشقق اللي باقية معايا ان شاء الله في الموبايل. عندي ما شاء الله شقق كتير ونفسي والله ان انا انزلها، فانا محتاجة منكم تحفيز كده وتحمسوني ان انا انزل بقية الفيديوهات على القناة او على صفحة الفيسبوك. كان معاكم ايتن عبدو صاحبة قناة فرش عرايس للسويسة. السلام عليكم.